انا حابب اعرفك يا زميلي ان فيديو النهارده هيكون جامد، لان انا هعرفك ازاي تعمل التصميم ده بكل احترافية وبكل سهولة وفي وقت قليل. بس قبل ما ابدأ بقى اعرفك كل الكلام ده، حابب اعرفك ان احنا زهق، لان ولا حد فيكم اللي بيشاهد الفيديو بيعمل لايك ولا اشتراك بعد المجهود اللي احنا بنعمله في الفيديو. يلا بينا. اول حاجة احنا هنعمل لون الخلفية، ولون الخلفية دوت لازم يكون غامق، فهنختار اللون اللي احنا عايزينه ونختار بقى الدرجة الغامقة منه. فانا كده بقى بجيب الدرجة الغامقة اللي هي من تحت خالص، اللي هي بتبقى قريبة على الاسود بس ايه، مش سودة يعني، بتبقى غامقة جامد. وبعد كده بقى عشان نعمل اللون الإضاءة، بناخد نفس اللون بس اللون الفاتح منه، ماشي، لان الاضاءة زي ما انتوا عارفين بتبقى فاتحة فايه، فلازم تبقى اللون الفاتح من اللون اللي احنا اخترناه قبل كده في الباك جراوند. بنضغط بقى على العلامة البيضة دي ونضغط كنترول اي عشان نخلي الخلفية نقدر نعدل ونعمل فيها اللي احنا عايزينه في الإضاءة. بعد كده بقى بنختار الفرشة بتاعتنا اللي احنا هنعمل بيها شكل الإضاءة. بص، الفرشة ديت اسمها بيم، والفرشة دي مهمة جدا، هتستعملها في جميع التصميم اللي انت عايزها، اللي انت هتيجي تعملها بعد كده. بعد كده بقى هنجيب المساحة ونمسح الحتت اللي هي الطويلة دي، لان هي هتبقى مزاولة يعني، لان الحتة اللي فوق ديت كده مظبوطة. بعد كده بقى هنجيب الازازة بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها وهنعمل بيها التصميم، ونظبط بقى مقاسها ومكانها، لان ديت مهمة جدا، ونحاول نخليها بميل سنة عشان نظبط الإضاءة. بص، بعد كده بقى نجيب أي علامة احنا هنستخدمها على الإزازة ونركبها، بس تكون خارجية يعني شبه ما أنا ما بعمل كده، ونركبها بكل احترافية. نفضل بقى نعدل المقاس بتاعها ونظبط أماكنها وكل حاجة، وفي الآخر هنضغط انتر. بعد كده بقى بنجيب المساحة بتاعتنا عشان نمسح الحواف، بس نخليها سموز عشان ما تبقاش شارب حادة كده، ان هي تبوظ الحتة اللي احنا عايزين، يعني تبقى زي فيها كيرف كده، ما تبقاش يعني لازقة على البتاع، تبقى باينة ان هي ايه، نفس جاية مع الازازة، ان هي مش محطوطة من بره، تبان مظبوطة بالظبط. كده بقى تحس ان التصميم ظبط حبة بعد ما شلنا الحواف بتاعته وظبطناها. بعد كده هنجيب أداة السلكشن ونحدد المكان اللي احنا هنعمل فيه الظل، لأن الإزازة لازم يكون عليها ظل، لأن في ضوء على اليمين فهيبقى في ظل تحت، بس هيكون بسيط كده، لأن الظل مش شرط يكون تقيل، عشان الاستيكر اللي احنا ركبناه زي ما انتوا عارفين ده جاي من بره، فجاي كله اللون باين، والازازه كان فيها زي ظل كده خفيف، فاحنا لازم نظبط الدنيا ونعمل زي ايه ظل كده، بحيث ان هو يتماشى مع الازازه والضوء اللي على اليمين. فاحنا بقى نخفف منه سنه لان هو كده تقل مننا حبه، بس كده تمام. هنجيب بقى الفرشه بتاعتنا ونغير اللون بحيث ان هو يجيب زي اللون اللي هو بتاع الإضاءة، بس يكون فاتح حبة. وبعد كده بقى نيجي بقى من بعيد خالص خالص خالص، نحط إضاءة على الإزازة بتاعتنا، زي ما انتوا عارفين اهو الإضاءة. بص بقى شكل فرق جامد. بعد كده هنجيب أي حاجة نعمل بيها تكستشر على ال الإضاءة بتاعتنا من فوق، بحيث إن هي يبقى شكلها جميل. نغير بقى الوضع بتاعها ونعمل ونضغط كنترول يو ونفعل الكلارايز ونغير اللون بحيث ان هو يتماشى مع الضوء، يبقى شبهه شوية ونقلل. بص، انت بقى تظبطه على دماغك، يعني شوف دماغك جاية ازاي تظبطه عليه وبس. بعد كده بقى هنجيب المساحة بتاعتنا عشان نمسح الحواف اللي على الصورة ديت، لان هي يعني حادة كده، فانت لازم تمسح الحواف دي، فانت تكبر المساحة وتخليها سموز علشان ما يعني ايه، ما تبقاش شارب وانت بتقطعها، يعني انت اصلا بتشيل منها الحتة ازاي. لا، احنا كده كلنا منها حتة كبيرة، تعالى بص نمسح منها بالراحة من على الحواف كده، بس بكل سهولة وسلاسة وبساطة.
كده عملت معانا شكل جميل جدا، كأنه شكل فقاقيع كده، يعني والله شكل رائع جدا. بعد كده بقى هنجيب المية بتاعتنا ماشي ونفرغها، عشان يعني انا كان معايا الصراحة زي اسمها ايه، فرشة على شكل مية الصراحة، واشكال جميلة جدا، بس المشكلة ان هي مش عاملة الشكل اللي هو فيه ابيض ورا ده. فانا كان قصدي اعمل مية وفيها زي ابيض كده كأنه تلج، فالصراحة الشكل ده احسن من الفرشة بمليون مرة. فانت بقى ايه، هتظبط المية ورا الازازة، وهتقطع منها بقى الحتت اللي انت مش عايزها، بحيث ان هي تتماشى مع شكل دماغك اللي انت حاطه في دماغك ماشي، وتظبطها بقى على مزاجك، بالنسبة لذوقك يعني ورأيك، تظبط بقى التلج والحاجات دي. ماشي، هناخد بقى ايه نسخة كمان من التلج علشان نحطها أكن الإزازة منغمسة في التلج يعني وكده. ماشي، احنا بقى هنضغط كنترول تي عشان نظبط بقى المقاس ونظبط الشكل بتاعنا. عن نفسي هضغط كنترول واضغط في كل زاوية اظبط الشكل اللي انا عايزه، فهي بحيث ان هي اكنها جوه التلج، فجايب زاوية كده فاهم. فيعني انا كده ظبطت الشكل زي ما عايز، ومسكت بقى المساحة تمسح الحتت اللي هي ايه اللي انت مش عايزها، لان ديت حتت يعني بتبقى خارجة كده، لازم تاخد المساحة وتمشي كده زي ما انت ما عايز. ماشي، احنا هنا بقى دخلناها جوه الجروب وضغطنا الت، بحيث ان هي تكون جات على الازازة يعني إيه، تكون جاية على الازازة بالظبط. بس بعد كده بقى هنجيب الفراولاية بتاعتنا ونفرغ منها الخلفية ونظبطها بقى كده، نظبط شكلها ونحطها ورا الازازة بتاعتنا، نظبط بس المكان والمقاس، نحطها ورا الازازة بحيث ان هي ايه تبقى وراها كده. تمام، احنا بقى ايه هنضغط الت ونجيب منها واحدة كمان. لا لا لا، مش كده. بعد كده هناخد نسخة من التلج علشان نحطها ورا الفراولاية الحلوة، كأنها يعني ترتشها ورا الفراولاية كمان اهي. بس شكلها رائع الصراحة. اضغط انتر. بعد كده بقى ناخد نسخة كمان، نضغط الت وناخد نسخة كمان من الفراولاية ونشقلبها سنة بسيطة بس. الله ينور. نضغط انتر وناخد جزء كمان من الايه من التلج، بحيث ان هي تبقى طالعة من الفراولة، نحطه تحت كده كأن ايه فراولة متطرطش عليها ايه تلج. بس اهم حاجة تضغط الت وتخلي التلج جاي على الفراولة بس كده. بعد كده بقى هنضغط على الفراولة ماشي، وناخد منها نسخة اهو علشان نحطها تحت، ونعيد الكلام ده كله تاني. بس انا بقى اسرع الفيديو علشان ايه متملوش، يعني هو نفس الكلام بس في الفراولة اللي تحت. بس كده بقى هنكون عملنا ايه شكل الازازة. احنا بقى هنا هنجيب نفس الاداة السلكشن ونحدد الحتة اللي احنا هنعمل فيها الاضاءة. بص الحتة دي مهمة جدا، ركز معايا ايه عشان الحتة ديت يعني جميلة جدا. احنا بقى هناخد الفرشة ونرسم الشكل اللي انا رسمته ده بالظبط، لان دوت شكله مهم. وبعد كده نضغط كنترول دي. لا احنا هنجيب المساحة ونغيرها، نخليها ايه سموث كده، ما تخليهاش شارب، وهنمسح بس حتت بسيطة ماشي، بحيث ان هي ايه تكون خفيفة كده، ما تكونش تقيلة شبه ما انا متقلة. بعد كده نضغط كنترول دي نشيل السلكشن، ونيجي من فوق الحتت الحادة دي ايه نشيلها، نخففها، نخليها خفيفة خالص بس
كده جميلة جدا جدا جدا، ظبطت معانا كده. ناخد بقى ايه، نضغط كنترول تي وناخد منها نسخة كمان ونظبط ايه شكلها ومكانها. بس كده اكن الضوء عبر من مكان الازازة من فوق، يعني اللي فاهم قصدي، الضوء كده عابر من فوق، يعني ده مش هبل ده يعني كده الصورة مظبوطة جدا، هتظبط لك الصورة جدا. الحركة اللي في الاخر بتاعت الاضاءة دي، يعني انت صراحة لازم تسمع الفيديو الاخر لان في حاجات ياما جدا تستفاد منها. تاخد بقى التلاتة ماشي وتحطهم في ايه، في جروب عشان تعرف مكانهم بس، وتنزلهم بقى تحت الازازة عشان تثبت شكلهم. بعد كده بقى تجيب فراولة صغيرة وتشيل الخلفية بتاعتها ماشي وتظبط مكانها، وتجيب فراولة كمان وتشيل الخلفية بتاعتها وتحطها في الزوايا كده بحيث انها تكون شكلها جميل كده ماشي. بعد كده بقى هتعمل لاير جديدة، هتضغط بقى هتغير اللون الاسود وتضغط كنترول باك سبيس علشان تخليها كلها مليانة بالاسود، وتخلي اهم حاجة تضغط الت وتضغط على الفراولاية بحيث ان هي تبقى عايدة على الفراولاية بس، وتقلل الاوباسيتي بتاعتها ماشي. وتعمل تمسح بقى كده من عند سنة بسيطة من تحت من ناحية الإضاءة بحيث أكن الإضاءة ايه منورة الجنب ده بس ماشي. ونفس الكلام على الفراولات التانية بحيث ان هي تبقى نفس اختها، بس اهم حاجة تضغط الت وتضغط على الفراولاية بس. هو نفس الكلام هو عشان كده انا مسرع الفيديو سنة. ايوه خلاص كده بقى هنجيب بقى الكلمة بتاعتنا، هنكتبها ونكبرها كده ونظبط ايه مكانها بحيث انها تكون زي اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو. بس كده نختار الخط بتاعها ماشي ونظبط مكانها، نضغط كنترول تي عشان نكبر الحجم ماشي. تمام كده تنزل تحت سنة بس بحيث ان الجي تبقى عند الفراولة اللي تحت وحرف الاتش يبقى عند الفراولة اللي فوق بس كده. وكمان تكون في سنتر الصورة. نغير بقى نضغط انتر ماشي ونغير مكانها نحطه تحت ماشي. بس كده بقى هنوصل لاخر حتة وهي اللون، نضغط ضغطتين بس كده ونغير لونها نخليه لون فضي. بعد كده بقى اخر تركاية ودي هتبقى اهم تركاية، امسك المساحة وبص من تحت كده شوف انا بعمل تك 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 بالماوس، تكات بسيطة جدا هتخلي التصميم بتاعك في حتة تانية بس. يعني ودوت هو ده الفيديو، يعني والله فيديو رائع جدا وتعبت عليه. فقبل ما ننهي متنسانيش باللايك والاشتراك، ويعني والله بتعب في الفيديوهات دي جدا، واكتب لي تعليق يحفزني، ودمتم في رعاية الله.